عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بجميلات والانيقات على القناه. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالجميع، فيديو جديد وجديد، ملابس المحجبات، تنسيقات انيقه وراقيه. الا كنتي مهتمه بموضوع الموضه فما عليك الا انك تنضمي للقناه بالاشتراك وكذلك تضغطي على زر الاعجاب وتفعلي الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم. تنسيقات صيفيه انيقه وراقيه وجميله كذلك وكلاس كيف كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل هذا ديال هاد الشوميز اللي كتجي بالاصفر مع هاد النوعيه ديال لي بونطالون كيفاش تقدروا تنسقوهم مع بعضياتهم. كذلك هاد الشكل هذا ديال هاد البيل اللي كيجي بحال هكا منبت بالعقيق من الكول مع هاد التنوره بالاصفر، كذلك مع هاد لا سانتور اللي كتجي بالدوغي من الامام، ومع هاد النوعيه ديال الحقيبه اللي كتجي كلاس في الهزه ديال الايد دائما. بالنسبه لهاد الانصومبل اللي فيه هاد الفستان مع هاد الفستان هذا اللي كيجي غير حتى الكتاف مع النوعيه ديال الشميز، يعني كتبقى مفتوحه بهذا الشكل وكتجي طويله. التنسيقه اللي اختارت فيها هنا الشميز بالابيض مع هاد التنوره اللي كتجي بالابيض، كيجيو فيهم الثقوب في الكول وفي التنوره، يعني كيجي ابيض مع هاد الحقيبه اليد اللي كتجي بهذا الشكل هذا بالاحمر. دائما الابيض والاحمر، حتى لفه الحجاب اختارتها في الابيض وفي الاحمر دائما. بالنسبه لهاد النوعيه ديال الفساتين اللي كيجيو فيهم هاد الطايات بهذا الشكل هذا وصيفيين اكثر، موديلات انيقه وستايلات انيقه بالنسبه لهذا الشكل ديال الفساتين اللي مطلوبين في الصيف. هنايا كيجيو بالالوان الغوج، الفيغ، كذلك تيركوا كما كتشوفوا مع البيج. كذلك هنايا هذا الانسومبل هذا اللي جاب هذا اللون الفيغ مفتوح، كيجيو فيهم هاد البونطالون كيجيو واسعين وانيقين وكلاس في اللبسه ديالتهم. انا عجبوني شخصيا وانيقين جدا. كذلك بالنسبه هنا لهذا الانسومبل هذا اللي جا فيه هاد النوعيه ديال هاد التريكو مع هاد التنوره، يعني وكيجي معاهم الحزام دائما الموف. هنايا درجات بالنسبه للفه الحجاب وكذلك الصوندال اللي كتختار مع هاد الانسومبل. كذلك هنا الاسود اخترت مع هاد الحقيبات اللي جات في غوج بريكي كما كتشوفوا، حتى بالنسبه للفولار حتى هو. كذلك هنايا هاد الشميز هذا اللي كيجي بهذا الشكل بالنسبه للربطه ديال الحزام كما كتشوفوا جات انيقه وكلاس دائما. دائما كيفاش تعرفوا انكم تنسقوا تلبسوا اللبسات ديالكم او القطع ديالكم. هنايا اختارت بالازرق. بالنسبه هنايا لهذا الشكل هذا ديال هاد الجاكيت اللي كيجيو باردين وطوال، يعني صيفيين اكثر، مع هاد النوعيه ديال البونطالون ديال الجين اللي كيجيو فيهم هاد لي بيرلاج من التحت، واختارت معاهم هاد التريكو اللي كيجيو فيهم هاد التقيبات. كذلك هاد الشكل هذا ديال هاد التنوره اللي كيجيو فيهم طيات كما كتشوفوا، مع هاد النوعيه ديال التريكو اللي كيجيو مقوطين من الايدين، يعني كيجيو بحال شوميز صيفيين وكيجيو فيهم هاد الطيات في الكول. هنايا كل لون كيفاش يتماشى مع اللون اللي كيجي مفتوح عليه في الشوميز. هنا الاصفر مع الابيض مثلا. اختارت هنايا حقيبه اليد في الدوغي اللي جات كلاس وانيقه دائما مع هاد الصوندال اللي دارجين على الموضه هاد السنه وكنلقاوهم بزاف في المحلات. كذلك هاد الشكل ديال الفستان اللي كيجي طويل بهذا الشكل بسليسله، دائما كيجيو فيهم هاد الخطوط بالابيض في الكمام وفي الجنب. كيجيو للمناسبات والخرجات السريعه دائما اللي كيعجبوهم البنات، المحجبات اللي كيعجبوهم هاد الشكل كيجيو مستورين اكثر. كذلك التنسيقه اللي فيها انسومبل كيجي لافيس فيغ مع التنوره بالفيغ، وهنايا حقيبه اليد في الاسود مع لفه الحجاب ومع الحذاء. كذلك هنا المحجبات الكيمونو بالبيج مع هذا الانسومبل اللي كيجي فيه التنوره بيول. كذلك هذا الشكل اللي انيق جدا وموديل، يعني كاين السيك في الاخر بالنسبه للفستان اللي عجبني شخصيا، جا كلاس بزاف. كذلك هذا الشكل ديال الفستان اللي هنايا كتقدروا ديروا ليه هاد الربطه هذه اللي كتجي في الظهر، كذلك تقدروا ديروها حتى في الامام كتجي انيقه اكثر. هنا بالنسبه هنايا لهاد اللون البيج اختارته مع الابيض دائما في اطار الانسومبل. هنايا غادي تشوفوا معايا هاد النوعيه ديال الانسومبل فيه الفيغ درجات كيمونو مع لي بونطالون جا صيفي اكثر وانيق. كذلك هنايا انسومبل اللي كيجي فيها البيغلاج بحال ما كايه في الجيب وفي الكول. هنا اخترت مع هاد حقيبه اليد اللي كتجي في الارجنتي مع النوع ديال الحذاء اللي جا راقي جدا مع التنسيقه. دائما شوميز اللي كيجيو فيها الطيات وهاد الفريفرات اللي كيجيو في الجنب، كذلك مع هاد الموتيف اللي كيجي ديال السلسله في الجنب ديال الكتف
دائما كيجي مقبوط من الكماء من الايدين كما كتشوفوا. كتجي طويله هاد الشوميز وكتجي كذلك انيقه في البسه ديالتها ومحترمه. هاد الشكل ديال لي شوميز اللي كيجيو فيهم هاد الربطات من الجنب فعجبوني انا، يعني كيجيو راقيين فيهم هاد الخطوط بالطول. الشكل ديال هنايا هاد الشوميز اللي كيجيو بحال هكا فيها الطبقات مع هاد النوعيه ديال التنوره، يعني اونسومبل انيق جدا. والالوان دائما يعني لون كيلصق في اللون، واكثريه ملي كندمجوهم مع بعضياتهم يعني كيكون الاختيار موفق دائما. مع هاد الفستان اللي شفتو معايا فيه هاد الوريده في الجنب، الشكل ديال الكيمونو اللي كيجي طويل مع هاد البونطالون ديال الجين اللي اختارت معاه هو هاد النوعيه ديال الصوندال اللي دارجين على الموضه وعجبوا الكثير من البنات ولاو كيختاروهم وكيلبسوهم. كذلك هاد الشكل ديال الفستان اللي كتجي فيه هاد السميطه هادي. البنات وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم باش يوصل لاكبر عدد ممكن من البنات ويستافدوا من جديد الموضه والاناقه. كذلك علاش لا. بالنسبه هنايا لهذا الانصومبل اللي كيجي بحال ما هكايا هذا الشكل هذا كيجي طويل بالنسبه للبنات اللي كيديروا الحجاب الشرعي فمناسب اكثر لكم. كذلك البنات اللي كيبغيو شي حاجه مستوره وطويله. الشكل هنايا ديال هذا الفستان اللي كيجي فيه يعني انصومبل اللي كيجي فيه هذا الشكل هذا بحال الكيمونو من الفوق، والفستان يعني كيجي باللون مغاير من التحت بحال والكول ديالو كيجي بحال الشوميز كيجيو انيقين بالسميطه وكيجي مفتوح من الكيمونو. كذلك هذا الشكل ديال الشوميز اللي كيجيو هنايا واسعين وكيجيو فيهم هاد الطيات انيقين جدا. مع هاد النوعيه ديال الشوميز كيجيو بحال الكاب وكيجيو فيهم هاد الربطه في العنق هنا الاسود مع المارون كما كتشوفوا. دائما اختيارات كتجي انيقه في الالوان. هنايا هاد الشميز هذا اللي بالازرق كتجي طويله، كيقدروا البنات يدخلوا هاد الشميز يعني لداخل في التنوره كيف ما تقدروا تلبسوها بحال هكا. كتجي بحال هكا فوق من التنوره كتجي انيقه اكثر. وكذلك السيدات اللي كيبغيو بحال الشكل ديال اللباس يعني مستورين وكيجيو انيقين في نفس الوقت. بالنسبه لهاد الشكل هذا ديال الفستان اللي كيجي فيه هاد الوريدات كذلك صيفي، اخترت معاه هنايا هاد حقيبه اليد اللي كتجي في الاصفر، كذلك لفه الحجاب اللي كتجي في الاصفر. بالنسبه للحذاء اخترته في الموطارد كما كتشوفوا. وهذا الشكل هذا اللي ديال الفستان اللي كيجي بحال هكا من الفوق كيجي على شكل بحال شوميز كما كتشوفوا، يعني فيها تصريفات، فيها الكول ديالها كيجي مفتوح كيجي بالسميطه وكتجي طويله كما كتقدروا تخليوها بالحزام او لا بلا حزام فكتجي انيقه. شوميز دائما كتبقى في الابيض وكيتبدلوا غير الالوان ديال الفستان. دائما زيتي هنا مع ابيض ومع هاد الربطه اللي كتجي في الجنب ديال الفستان. وهنا هاد الشميزه اللي كتجي في الموف كما كتشوفوا معايا يعني مربوطه من الجنب. كذلك هاد الشكل ديال الفستان للمناسبات اللي كيجي بهاد الثوب ديال الشبيكه من الفوق. ان شاء الله تكونوا كملتوا معايا الفيديو حتى الاخير. ما تنسونيش باللايكات ديالكم. تلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.